أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله أجواء صافية تقريبا على كافة السواحل، حتى على الهضاب العليا الغربية مع هبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية الوسطى والغربية، لكن دائما ستتشكل خلايا رعدية منعزلة، احتمال لبعض الأمطار متفرقة على فترات على المناطق الداخلية الوسطى وكذلك منطقة الأوراس. أجواء صافية كذلك على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، عدا سحب دائما رعدية على الصحراء الوسطى أقصى الجنوب منطقتي الهوغار وتصل لتصل إلى غاية شمال الصحراء، مع زوابع رملية نشيطة على الصحراء الوسطى. خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد تصل درجة الحرارة الدنيا إلى غاية 19 درجة فقط على تلمسان، 23 درجة على العاصمة، كذلك قسنطينة 28 درجة على كل من بليدة تزيد نزول بويرة حتى على الجلفة والغواط، 28 درجة على ولاية غرداس، 27 درجة على الجنوب الغربي، مقاييس ما بين 31 لغاية 32 درجة على الجنوب الشرقي، 26 درجة على تمرست، أعلى مقياس على الصحراء الوسطى مع 35 درجة. أما خلال ظهيرة الغد تراجع لدرجات الحرارة على المناطق الوسطى وكذلك الغربية، تبقى دائما مرتفعة على الواجهة الشرقية، ترتفع على السواحل حتى على منطقة الأوراس لتقارب 40 درجة على تبسة، قلمة، ميلا، خنشلة، 39 درجة على قسنطينة، 37 درجة على كل من باتنا، كذلك بجاية، جيجلسكي، دعنبة والطرف، 31 درجة على وهران وتلمسان، جنوبا تصل لغاية 43 درجة على ولاية غرداية، ننتظر 48 درجة على إليزير، 40 درجة على تندوف وبني عباس، كذلك ولاية جانات، 38 درجة على تمرست، دائما أعلى مقياس على الصحراء الوسطى على كل من تميم وأدرار حتى على ولاية إن صالح. البحر خلال يوم الغد سيكون كثير الهيجان على السواحل الوسطى، مضطرب على السواحل الغربية، لكن قليل اضطراب على السواحل الشرقية، هنا رياح معتدلة، لكن ستشتد على السواحل الوسطى والسواحل الغربية تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثاء في الأجواء إذا ستميل إلى الصفاء على الواجهة الغربية والوسطى، ضباب سيسود السواحل الشرقية مع أجواء رعدية على منطقة الأوراس، كذلك الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، درجات الحرارة في استقرار لكن ترتفع على الصحراء الوسطى. خلال يومي الأربعاء وكذلك حتى خلال يوم الخميس القادم إن شاء الله ننتظر تقريبا نفس الوضعية الجوية، أجواء مغشاة مع ضباب سيسود الواجهة الساحلية الغربية، أجواء رعدية على الهضاب العليا الغربية، كذلك الجنوب الغربي أقصى الجنوب، هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية الغربية والوسطى، درجات الحرارة ترتفع خاصة على الواجهة الغربية أين تتراوح ما بين 35 إلى غاية 39 درجة، تبقى فصلية على الواجهة الوسطى والشرقية لكن دائما مرتفعة على الصحراء الوسطى. وقت غروب الشمس ليوم الغد الفاتح من شهر سبتمبر على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 7:15 دقيقة. وللتواصل دائما عن أحوال الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.